السلام عليكم ورحمة الله خواتاتي الغزالات، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة على قناتي أسهل شهوات مع نجاة. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نحضروا طورطة ديال راس العام أو السنة الجديدة. ما تشعلي لي فران، ما تشعلي لي بوطة، في ساعة غتحضريها لوليداتك وكتجي رائعة البنات. ضروري أنكم تجربوها، كتجي غزالة وبنينه البنات، والاهم دغيا كتوجد. غادي نوجدوا اول حاجه عندي تما كنص لتر ديال الكريمه السائله. انا استعملت نوعيه هولالا، اللي بامكانك انك تعوضيها بواحد 2 باكيات ديال كريم شانتي، اي ما يعادل 200 غرام ديال كريم بودره ديال الشانتي. وهنايا غضفت ليها واحد 2 علب ديال الياغورت بنكهه الجبن، اللي يمكن لك تعوضيه بواحد جبن ديال فيلادلفيا اولا الجبن ديال جبلي اولا المهم اللي متوفر لك واللي نتيا بغيتي. هاد المذاق ديال الجبن كيزيد يعزز لينا هاد الكريمه هادي وتعطيها واحد اللذه رائعه وغزاله. وإلا ما عندكش اكتفي فقط انك تستعملي غير هاد الكريمه بوحدها وديري مع واحد الياغورت فانيلي. كيف كنقول لكم دائما ان هاد الياغورت او داك الجبن جبلي بحال كيزيد ينقص لينا من دوك الدهنيات ديال الكريمه ديالتنا وتيكون مذاق احسن ونتيجه احسن. صافي هنايا غادي نخليوها على جنب وغادي نوجد. انا استعملت هاد المول هذا اللي تحل من الجناب. هذا عندي كاس ديال الحليب كيف ما كتشوفوا، ضفت لي فقط البودره ديال الشوكولاته ديال الدراري الصغار اللي كنضيفوها مع الحليب صافي. وهنايا انا استعملت هاد الباكيه هادي اللي كطيح رخيصه وكطيح غزاله على انك تشريه الناس. الا تعذرت ما متوفراش لك استعملي واحد الباكيه ديال 6 الباكيات ديال هيرنيس ديال 2 دراهم ونص. المهم وإلا كانت هذا راه تيطيح اقتصادي، كتوفري ومذاق ديالو حتى هو زوين. وكيف قلت لك الا ما عندكش استعملي واحد 6 الباكيات ديال هيرنيس. انا كيف ما كتشوفوا راه درت الحلوه هذه درتها شويه كبيره، بغيت تجي كبيره شويه عاطيه العين. نتيا يمكن لك ديري في الصف غير واحد الخمسة ولا 4. المهم كيبقى لك داكشي اذواق، وشوفي نتيا على حسب عدد الافراد الاسره ديالك وشوفي انت خاطرك شنو كتبغي. صافي كنغطسوها في داك الحليب اللي مذوب لينا مع الشوكولاته ديال الدراري الصغار. الا ما عندكش يمكن لك تعوضها بواحد قهوه سريعه الذوبان اولا لا عندك قهوه كحله حتى هي ديريها، حتى هي راه كتجي رائعه. صافي الخواتاتي الغزالات غادي تبقاو غاديين بحال هكا. واللي ما عندهاش هاد المول اللي كيتحل من الجناب فماشي مشكل، ماشي بالضروري انك ديريه. استعملي فقط راه فيت لي وحضرت معكم واحد الحلوه بهينيس واحد الكريمه ديال الزبده وكاوبيل. ما استعملت معكم لا مول لا والو. غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. هذا غير كيسهل الخدمه وتيسهل كتزربي كتجي كتزربي كتوفري الوقت. صافي غتبداي تحطي هنايا غير واحد شويه بشويه وغتمي غادا الطبقات. هنايا في الطبقه الاولى غادي نستعمل فقط الشوكولاته ديال الدهن اللي اللي كتباع متواجده كيف ما كتشوفوا. ضفتها هذه كاضافه. هاد الاضافات اللي غادي نضيف انايا كل وحده تضيف داكشي اللي عندها واللي متوفر ليها، وكل وحده تضيف اللي كيعجبها. انا فقط كنعطيكم كمقترح وكفكره، وانتم الاضافه والتزيين شوفوا انتم الاذواق ديالكم شنو كتبغيو. صافي غتمي غادا عاوتاني تحطي هاد الطبقه الثانيه وغادي نديرو على واحد الكريمه. هنا غادي نديرو فقط واحد شويه الكريمه حيت غادي نضيفو بسكوي بديل اوريو. هذاك راه ماشي اوريو غير البديل ديالو. انت لا عندك اوريو ديريه ولا عندك شوكولا غيش ديريها. المهم هنايا فهاد هادو كيبقاو فقط كاضافات. ولا حتى درتي غير هاد الكريمه وبسكوي هنيس حتى هي كتجي رائعه، ولكن هاد الاضافات راه تعطيوها جماليه اكثر وكيعطيوها لذه اكثر. داكشي اش قلنا لكم درت شويه الكريمه باش غادي ندير على هكا. عاوتاني غادي ديري واحد الطبقه ديال البسكوي وغادي نضيف على انا هاد الشوكولاته. هذا انا كاع ديك الشوكولا ولي بسكوي اللي كنشري النيزك ملي كنصوب شي كاطو كنبدا ناخذ ليه. صافي ضيفيها هنايا حتى هي عطات واحد اللذه رائعه. الا عندك نتيا الشوكولا غيش استعمليها، الا بغيتي ديري الكركاع والمكسرات ديريهم. المهم ديري انت اللي متوفر لك وديري نتيا الذوق ديالك اللي كتبغي. صافي هنايا كانت هذه هي الطبقه الاخيره. وصافي غادي نحاولوا اننا هكا نليزيوها غير واحد شويه وصافي. وغادي نحلو المول ديالنا نفتحو غير بشويه
وصافي غنبداو نخدمو نليزيوها بحال كنليزيو. ها هي حلوه ساهله ماهله، ما فيها لا شعيل بوطه ولا شعيل فران، وكتجي خطيره البنات في المذاق. ونغيروا شويه من الجينواز ومن الكيكات ديالنا، هذا بديل وكتغيير. صافي هنايا غادي نحاول انني نقادو الوجه ليزيوه مزيان، ونزيدو الكريمه في الجوانب. فيما تبان لكم باين شي، حاولوا انكم ما تخليوش داك البسكوي باين، حاولوا انكم تقادوه. هنايا غادي ديروا العمل ديال البنايه المرطوب على وجه هرنيس. صافي غادي تحاولوا انكم تقادوها غير بشويه. وكيف كنقول لكم دائما، الا ما عندكمش هاد الكوبات هادي واقيلا، صافي قادي حاولي انك تمشي غير بالمعلقه. المهم انت راه غادا دير باني وراه غتعرفي داكشي اللي عندك. انايا خليتها فقط غير ساعه في المجمد، ما خليتهاش مده طويله باش ندير عليها الكلاصاج اللي غادي نحتاجو فيه. واحد الكلاصاج اللي كيجي خطير وزوين، 178 غرام ديال الشوكولاته بيضاء، اي ما يعادل واحد 22 قطعه تقريبا، وغير ربع كاس ديال الحليب. وضفنا لهم واحد 2 علب ديال دانيت كراميل اللي كيجي رائع، اولا ديروا اي ياغورت بالكراميل راه تيجي خطير ولذيذ بزاف البنات. وغادي تذوبوا على في البوطه على النار اللي تكون مهيله، ما تجهدوش البوطه بزاف باش ما يتحرقش لكم. واللي خافت انها ما ديرهاش، من الاحسن ديري في حمام مريم. الا كنتي عاد مبتدئه او خفتي تحرقي الشوكولات، من الاحسن ديري في حمام مريم. صافي ملي تيذوب لينا كنضيفوا عليه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، باش كالزبده كتخلي داك الكلاصاج ديالنا انك ملي تقطعيه في الكيكه ديالك ما يتهرش، وتيعطي واحد اللمعان ولذه زوينه. انا هنايا في الجوانب استعملت انا هذه راها عندي باش كيجيو دوك الخطوطه. نتيا لما عندك استعملي فقط واحد الفرشيطه صافي، ونوضي نايضه قاديها. وانا هذا كتزيين بغيت نغير، درت الكلاصاج بحال هكاك غير من الجوانب، راني خليت الوسط كيف ما كتشوفوا. غير الكلاصاج خليوه حتى ياخذ حراره المطبخ، ماشي حتى يبرد بزاف وما يكون سخون. كيف ما كتعرفوا راه الا حطيتو سخون على الحلوه ديالكم راه غادي يذوب لينا الكريمه، وما غادي ما غاديش يجينا زوين. عرفتي يا البنات، هاد الكلاصاج راه تيجي خطير ومذاقه رائع، بلا ما تعذبوا ليا في داك الكلاصاج تاع الكراميل اللي صراحه كيخصو لي تكنيك وكيخصو الوقت. هذا راه تيجي بحالو، تيجي خطير بزاف في المذاق وناجح. صافي انا كيف ما العاده تزيين، انا زينت بهذه الطريقه وبهذا الشكل. نتوما زينوا بالطريقه اللي بغيتو وبالشكل اللي كيريحكم. صافي غتسمي غدا بحال هكا. وكيف ما كتشوفوني قادي تماك الجوانب شويه بالكوبات. وهنايا كمقترح في الفوق درت هكا الشكل، هذوك وريضات ولا ما عرفتش نقولوا لهم وريضات، درتهم انايا على هذا الشكل. كيف قلت لك نتيا ديريهم على اي شكل كيف ما بغيتي. وشديت واحد 8 القطع ديال الشوكولاته السوداء، خليتها في المجمد واحد نص ساعه، ونجرتها فقط بالموس. الا كان عندك انت داك الموس ديال البطاطا ولا موس ديال خيزو راه تيجي رائع. راه غادي تشوفوني غادي نديرها في الوسط. صافي وهنا في الجوانب راني عاود زوقتها بحال هكاك. اولا بامكانك انك ما تكتفي وانكم ما ديروهاش، خليوها غير سامبل بحال هكاك ولا ديروا بحال. المهم كيف قلت لكم زينوا كيف ما حبيتوا وكيف ما بغات خاطركم. ها هو هذا الشكلاط، كون كان داك عندي داك الموس ديال البطاطا فكيجي مبشور احسن، كيجي في داك ملون. ولكن حتى هكا بالموس راه قضى الغرض. صافي درتو في الوسط وزينت بواحد الشوكولاته. وكان عندي واحد العلبه فيها داك الشوكولاته الوان باش هرست لينا داك الديكور ديال الكحل والكراميل. المهم قبلوا على التزيين وصافي، المهم هو المذاق. وباش نفرحوا الوليدات بالنسبه لموظفه مسكينه وما عندهاش الوقت انها تبقى طيب الجينواز وتسنى، فهذا كمقترح راه دغيا بالزربه كتوجد. صافي انا خليتها قلت لكم في المجمد غير ساعه، ومن بعد فاش هذا خليتها تقريبا غير واحد الساعه اخرى. بما عرفتوا نجمعوا مهنات وهذا في وقت كسكروطه حنا درناها. وها هي الطورطة سهلة مهلة وكتجي رائعة وبنينة. فرحوا بها الوليدات في السنة، وكنبغي نقول لكم سنة سعيدة وتدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة والرزق وطول العمر، وتشوفوا وليداتكم ان شاء الله كيف ما بغيتو. والله يخلي لكم والديكم، وان شاء الله تدخل عليكم بالافراح وبالتيسير وبالرزق يا ربي يا ربي امين. ولا كل واحد واللي مريض الله يشافيه. صافي هذا هو التزيين النهائي ديال الطورطه ديالنا. كيف شوفوا كيف كتجي رطبه
وبهشيشه كتجي غزاله وخطيره في المذاق. كنبغي نقول لكم بالصحه والراحه مسبقا الا درتوها. وإلا عجبك اختي لا فيديو ما تنسيش انك تبارطاجيه مع صحاباتكم مع عائلتك. ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه فكنبغي نقولك مرحبا بك اختي والف مرحبا. وما تنساونيش البنات في اللايك زر الاعجاب راكم تتنساوه. وخليوا لي تعاليق زوينه بحالكم كيف ما دائما اللي كيفرحوني وكيحفزوني. ونبغي نقول لكم مره اخرى سنه سعيده والله يفرحكم. مع السلامه.